عبد الفتاح السيسي يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد. وزارة الداخلية تنظم زيارة لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان. وزارة الزراعة 1.4 مليار جنيه سنويا استثمارات القطاع الداجني في مصر. وزارة الصحة تنظم 5480 حملة للتبرع بالدم خلال العام الجاري. هيئة الاستعلامات تدعو لتوخى الدقة في تناول المقترح المصري لحل الصراع في غزة. نقيب الفلاحين انخفاض كبير بأسعار الخضار والفاكهة بسبب العروة الشتوية. مطار العريش يستقبل 4 طائرات على متنها 85 طنا من المساعدات لصالح غزة. جيش الاحتلال إصابة 921 عسكريا منذ بدء العملية البرية في غزة. ورياضيا بيراميدز يهزم سيراميكا بركلات الترجيح ويحصد المركز الثالث بالسوبر المصري. وأخيرا الأرصاد شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 15 درجة.